السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناتي قناة البازل السياسي، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. أرجو من السادة المتابعين أنهم يشيروا الفيديوهات، وأنهم يشتركوا على غير المشتركين أنهم يشتركوا، والمشتركين يشيروا الحلقات ويدوسوا لايك وسبسكرايب للأهمية. النهاردة هنكمل الحلقات بتاعت سلسلة اللاجئين والتأثير السلبي للاجئين. طبعا احنا اتكلمنا في تأثيرات اقتصادية، في التأثير الاقتصادي، واتكلمنا في التأثير السكاني. لسه فاضل عندنا التأثير الأمني والثقافي. بالنسبة للتأثير الأمني، وهو ده موضوع الحلقة النهاردة، لازم ان احنا نبص ورا شوية في التاريخ اللي مش قديم قوي، لان الخطط الغربية ما هياش خطط جديدة، هي خطط قديمة، هو بس بيتعاد اصدارها في شكل جديد، انما هي خطط قديمة وألاعيب قديمة. من لا يتعلم من التاريخ فإنه لن يتعلم أبدا. المشكلة ان احنا ما بنقراش تاريخ، وما بنحاولش ان احنا نتعلم من الاخطاء السابقة، لذلك بنقع في كل مرة في نفس الخطأ، ودي مشكلة كبيرة. طيب، الغرب لعب اللعبة دي قبل كده، موضوع ان هو يضرب دولة معينة ويفككها او يدمرها وتنهار الدولة بناء على او نتيجة للأفعال أو للخطط الغربية أو الصهيونية، ومنها وسيلة ضرب أو تفكيك الدولة باللاجئين. فالتاريخ بيقول إن القصة دي حصلت قبل كده، يعني ما هياش جديدة. حصلت في الدولة العثمانية مع مصطفى كمال أتاتورك، اللي هو أصلا من يهود الدولمة. ويهود الدولمة دول مجموعة يهودية بتعتقد أو تنتهج مذهب معين من المذاهب اليهودية، ودول كانوا مجموعة مهاجرين من الناس اللي هاجروا من أوروبا بسبب الاضطهاد، ومن الناس اللي هاجروا من يهود الخزر اللي موجودين في المنطقة اللي هي في آسيا، اللي هي عند كازاخستان وأوزبكستان، الاستانات الكتير دي، وجورجيا. الحتة دي كان فيها دولة زمان كانت تسمى دولة الخزر. وأغلب اليهود اللي موجودين عندك دلوقتي في إسرائيل، اللي هم معاهم الجنسيات الأوكرانية أو اللي جايين من أوكرانيا أو جايين من روسيا، هم في الأساس من يهود الخزر، وهاجروا منها وطلعوا على الدول دي، لأن الحدود الجغرافية بتاعت دولة الخزر كانت قريبة جدا وملتصقة بالدول دي. فأغلب التجمعات اليهودية هتلاقيها في شرق أوروبا قريبة من المنطقة دي. عموما علشان ما نتشعبش فهم مين يهود الدولمة. المهم هم عملوا ايه، وكان الهدف من زرعهم في الخلافة العثمانية ايه. طبعا اليهود اللي هاجروا من الأندلس بعد ما الغرب أو الملكة إيزابيلا على ما أتذكر ضربت القوات الإسلامية والأمراء المسلمين في الأندلس واحتلت الدولة، أو أعادت الدولة للحضن الأوروبي. ابتدى اليهود اللي كانوا موجودين جوه الدولة الأندلسية إن هم يهربوا من المنطقة دي زي المسلمين بالظبط، فهربوا في أماكن كتير. منهم اللي نزل راح المغرب في شمال أفريقيا وانتشر في شمال أفريقيا، ومنهم اللي قطع أوروبا وراح على شرق أوروبا، لأن كان الاضطهاد الديني المسيحي فالمنطقة دي أقل شوية. فجي من هنا اليهود اللي موجودين في أوروبا، لأن اليهود كانوا قبل كده ما يقدروش يعيشوا في أوروبا، لأن كان في اضطهاد ديني في أوروبا. اللي كان بيسمح لهم بالحياة
في أوروبا هي بس الدولة الأندلسية، لأن الدين الإسلامي ما بيضطهدش أي دين تاني يكون عايش جوه الدولة اللي موجودة، أو الخلافة أو أيا كانت الدولة اللي موجودة. هو بيحتوي الديانات دي جواه وما بيعاديهاش. إنما في القرون الوسطى كانت أوروبا اللي ينتهج مذهب مسيحي حتى مختلف عن المذهب اللي كان منتشر أو المذهب السائد في الوقت ده. فهو يعتبر في الفكر الغربي المسيحي الأوروبي إنه راجل مهرطق، وكان بيتعمل له محاكم. وطبعا حضراتكم ممكن يكونوا سمعتوا عن محاكم التفتيش. فاليهود اللي كانوا موجودين في الدولة الأندلسية زائد اليهود اللي كانوا موجودين في دولة الخزر، هم دول اليهود اللي موجودين دلوقتي، اللي هم بيسموا نفسهم يهود أوروبا. عموما بعد ما حصل واليهود دخلوا، مش مهم بقى هم جايين منين، جايين من الأندلس، جايين من دولة الخزر، دخلوا جوه الخلافة العثمانية. وعلشان خاطر النظام في الخلافة العثمانية وأصلا النظام الإسلامي كده، إن ممنوع على غير المسلمين إن هم يتولوا أمور المسلمين أو الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. والجماعة دول كانوا عاوزين يخشوا جوه مفاصل الدولة، وعلشان يبتدوا يشتغلوا على تفكيكها. فأعلنوا إسلامهم في العلن، وفي الباطن هم ظلوا يهود زي ما هم، وابتدوا يخشوا جوه مفاصل الدولة الخلافة العثمانية، لغاية لما جه آخر واحد فيهم اللي نجح، مصطفى كمال أتاتورك، وأنهى الدولة العثمانية وعزل الخليفة العثماني بعد ما أنشأ جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي، وأصبح أول رئيس للدولة التركية، وأنهى الحكم أو حكم الخلافة العثمانية الإسلامي، وعمل تركيا الحديثة اللي هي دولة علمانية. طيب ده ماله ومال موضوع اللاجئين؟ ركز هتفهم. الخلافة العثمانية اتضربت باللاجئين بالظبط زي ما مصر بتضرب بيهم. عفوا، بالظبط تماما زي ما مصر بتضرب بيهم. هرب الجماعة اليهود من الأندلس، وهربوا من دولة الخزر بحجة الاضطهاد الديني. طبعا الخلافة العثمانية سمحت لهم ان هم يخشوا جوه الدولة، بتحميهم يعني كلاجئين. وبعد كده اللاجئين دول قدروا ان هم ينهوا على دولة الخلافة تماما. عرفتوا بقى خطر اللاجئين ممكن يوصل لغاية فين؟ طيب، حدث تاريخي تاني بنفس الاسلوب بنفس الطريقة، واللي ما بيتعلمش من التاريخ عمره في حياته ما هيتعلم. كان في واحد يمكن حضراتكم سمعتوا عنه، وهو حصل عنه شوية كلام من فترة قريبة، اللي هو إيلي كوهين. مين إيلي كوهين ده؟ إيلي كوهين ده يقال إنه هو يهودي سوري، اتولد في مصر وعاش في مصر في الإسكندرية، وفضل عايش فيها لغاية في حقبة الخمسينات كده، مع زيادة الهجرات لليهود المصريين وغير المصريين اللي موجودين على الأراضي المصرية إلى دولة إسرائيل. ابتدى إنه هو يهاجر ويروح إسرائيل، اللي هي الدولة اللي وعدهم بها الرب في اعتقادهم، والدولة النشأة الحديثة والوطن القومي بتاعهم. فبعد ما راح هناك ابتدى إنه هو من غير ما نخش في تفاصيل كتير لأن هي الحكاية كبيرة، ابتدى إنه هو يتعامل. في البداية اشتغل في وزارة الدفاع الإسرائيلية كمترجم، وبعد كده حاول إنه هو يشتغل كضابط مخابرات، وما فلحش أو ما حدش قبله، الدولة الإسرائيلية ما قبلتوش. وبعد فترة ابتدوا إن هم يجندوه،
وبعتوه على الأرجنتين علشان يعمل غطاء هناك على أساس إن هو رجل أعمال سوري، واختلط بالجنسيات العربية هناك، وعلشان يعمل لنفسه صيت واسم ويبقى ليه تاريخ، طبعا بمساعدة المخابرات الإسرائيلية الموساد. وبعد كده نزلوه على سوريا علشان خاطر يخش جوه المجتمع السوري ويتوغل، ويبتدي ان هو يخش جوه دوائر صنع القرار. وكان فعلا قرب ان الراجل ده يخش جوه دايرة صنع القرار بمعارفه، لانه كان ليه معارف جوه الحكومة السورية، وكان الراجل ده توغل جامد جوه الحكومة السورية، لدرجة ان هو كان مرشح ان هو يمسك رئيس وزراء في الدولة السورية أو وزير دفاع. وكانت الأقرب إن هو يمسك رئيس وزراء، لأن وزير الدفاع كان صعب إنه يكون رجل غير عسكري، ما ينفعش يبقى وزير دفاع راجل مش عسكري أصلا. بس حضراتكم فهمتوا إزاي إن الراجل ده زرع جوه. طيب أنا عاوز أسأل سؤال، مين في حضراتكم يضمن لي إن الناس المهاجرين اللي موجودين أو اللاجئين اللي جايين لي بالملايين من دول كتير زي السودان وسوريا واليمن وليبيا، واللي فيه منهم ناس كتير قوي دخلت بدون ورق أصلا، يعني الدولة ما تعرفش عنهم حاجة، واللي دخل بفيزا سياحة وكسره وقعد، واللي لغاية دلوقتي قاعد بفيزا سياحة وبيجددها، مين فيكم يقدر يقول لي أو ممكن يضمن لي إن الناس دي مفيش منهم وجواهم من الناس دي ضباط مخابرات من أو عملاء للسي اي اي أو للموساد أو لأي أجهزة مخابرات غربية تانية، شغلانتهم إن هم يخشوا علشان خاطر يفككوا المجتمع المصري ويلعبوا فيه ويستثيروه، وناس تانية شغلانتها إن هي تخش جوه دوائر صنع القرار زي إيلي كوهين، يحاولوا إن هم يوصلوا للتجنيس، يتجنسوا بالزواج من المصريين أو بأي وسيلة أخرى أو بالاستثمار أو بأي وسيلة، ويبتدوا يخشوا جوه مفاصل الدولة، ونبتدي نشوف ناس في الحكومة المصرية أو جوه دوائر صنع القرار المصري أو رجال أعمال مصريين تابعين للموساد الإسرائيلي أو يهود أصلا. فالموضوع ده خطر، موضوع اللاجئين وموضوع التجنيس ده خطر وخطر كبير. وأنا بعرض نفسي كدولة مصرية للاختراق بدون سبب، يعني بجازف ليه؟ علشان خاطر أدي لراجل مجنس، مهما كانت أجهزة المخابرات المصرية واعية وكل حاجة، بس في احتمال الغلط إن أنا أدي جنسية لواحد يكون معمول له غطاء كويس فيخش جوه الدولة، وبعد فترة صغيرة أو بعد فترة طويلة يبتدي إن هو يخش في دوائر صنع القرار زي ما حصل في موضوع إيلي كوهين. يبقى الموضوع بتاع مصر للمصريين، لأن في ناس كتير قوي كانت بتقول أصل دي عنصرية، دي ناس ما عندهاش أي وعي سياسي وما عندهاش رؤية وما عندهاش أفق، وما بتبصش لو في المستقبل ممكن إيه يحصل. الدول والأمن، أمن القومي، مفهوش أخويا وأخوك، ومفهوش أسلوب العاطفة في الحديث والتفكير، لأن الأسلوب بتاع التفكير بالعاطفة في الغالب بيودي لكوارث وبيؤدي لانهيار الدول. بصراحة الموضوع ده موضوع كبير برضو، وأنا بحاول إن أنا أجزأه على حلقات علشان أنا عارف إن الناس هتبتدي إن هي تزهق مني لأن أنا طولت فيه. في نقطة تانية كنت عاوز أكلم حضراتكم فيها، في حلقة كنت عملتها اليوتيوب بيحاربني فيها، حلقة اسمها التصنيف الغربي للشعوب،
أرجو من حضراتكم إن انتوا تتفرجوا على الحلقة دي وتشيروها لأهميتها. الحلقة دي أهم من كل الحلقات اللي أنا عملتها على اليوتيوب بخصوص اللاجئين. حلقة مشكلة، ولو مصر سمعت الحلقة دي والشعب المصري سمع الحلقة دي هتفرق كتير في وعيه، لأنها كشفت الغرب وبتكشف الغرب وبتكشف أسلوب تفكير الغرب. ولو حصل إن الناس ابتدت تفهم اللي أنا قلته في الحلقة دي، يمكن رؤية الناس تختلف لمسائل كتير هي شايفاها مسائل عادية. فأرجو من الإخوة المتابعين وغير المتابعين للقناة إن هم يتابعوا ويشيروا الفيديوهات ويدوسوا لايك كتير وسبسكرايب كتير ويعلقوا كتير، علشان اليوتيوب ما يجنبش الفيديو أو الحلقة، لأنها مش هتطلع في محركات البحث. أنا شفت حاجة غريبة وعجيبة، إن الحلقة دي العداد أو التايمر بتاع النسب المشاهدة بيعد بالعكس، لأن حلقة صعبة وتقيلة. أنا عارف إن اليوتيوب مش حاببها. الكلام ده عمر ما حد هنا في مصر ولا بره مصر من الدول بتاعت شمال أفريقيا أو المنطقة العربية قالوا. الكلام ده يعتبر غريب على المنطقة، بس هي دي الحقيقة اللي الغرب مش عايز حد يسمعها، ولذلك اليوتيوب بيهاجم الفيديو ده وبيحاول إن هو يمنعه من الظهور. ولما حضراتكم هتشوفوا الحلقة دي هتفهموا ليه. وأرجو من السادة المشاهدين إن هم ما يسخنوش قوي على الحكومة المصرية، لأن في حاجات برضو أنا ما اتكلمتش فيها لسه. حضراتكم لازم أكلمكم في موضوع برتقالات حكماء صهيون، ده حاجة مهمة جدا على فكرة، ولما هشرح فيها هتفهموا إن اليهود والغرب بيعمل المشكلة وبيقف جنب ناس معينة علشان يأذوا الشعوب، وبعد كده هو بيقف جنب ناس معينة. يعني هو ممكن يقف جنب مثلا الإخوة السوريين علشان يأذوا الشعوب، يساعدوهم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين أو السودانيين أو أي جنسية، يقف معاهم ويساعدهم ماديا وكل حاجة علشان يقدر يأذي، وممكن إن هو يزق إن هو يخش جوه الدولة المصرية ويتوغل فيها أكتر علشان يأذي المصريين، وبعد كده يسيب الشعب المصري يهاجمه علشان تحصل حاجة اسمها الحرب الأهلية. طبعا أنا مش عايز أفتح في الكلام أكتر من كده علشان ما توسعش العملية، إنما هو بيستغل إن أنت بتسخن علشان يفكك الدولة، علشان يحصل صراع، علشان تحصل حروب أهلية. يعني هو بيساعد ناس علشان يتعبوا الشعب المصري، وبعد كده يسيب الشعب المصري يفهم أو يعتقد إن الناس دي ضده، فيبتدي الشعب يحارب في دول فتتفكك الدولة بقى. فهمتوا؟ يعني لو حضراتكم بصيتوا على الدول اللي حوالينا المفككة، هي نفس القصة. خلى إن بشار ادى معلومات ان بشار ده وحش، بشار فيه صفات ونعت، هو بشار كان وحش فعلا. وعلى فكرة اغلب الناس دي كانت عملاء او غير عملاء، هم كانوا لهم علاقة بالكيان الصهيوني، وبيسيبهم يفتروا وبعد كده يخلي الشعب بتاعه يقوم عليه علشان يدمر الدولة. يعني هو بيساعد بشار الأسد، وبعد كده يقوم عامل ناس جوه الدولة السورية زي الجولاني وغير الجولاني علشان يحاربوا بشار، علشان في النهاية هو المقصود لا بشار ولا المقصود الجولاني، هو المقصود الشعب السوري. فهو بيخلق
القط ويجيب القط العدو بتاعه ويقعدوا يضربوا في بعض علشان يكسروا المكان اللي هم فيه. هو مش فارق معاه القطين، هو عايز يكسر المنطقة اللي هم قاعدين فيها. فيجيب اتنين يتصارعوا مع بعض ويموت النمل اللي حواليهم وتتكسر المنطقة اللي حواليهم. طبعا أنا مش هقدر أشرح أكتر من كده لأن الموضوع حضراتكم فاهمينه يعني واضح. الثورة السورية، الثورة الليبية، هو مش المقصود إن القذافي يموت أو يعيش، ولا المقصود إن خليفة مثلا خليفة حفتر إن هو يبقى رئيس أو ما يبقاش، ولا التاني اللي في غرب ليبيا، ولا مقصود حميدتي والبرهان. دول كلهم أدوات زي ما أنا قلت قبل كده. هو المقصود تدمير الدولة. فهو بيساعد النظام اللي بيحكم في دولة زي سوريا، وبعد كده يطلع له من تحت ناس ثوار علشان ده يصطدم بده، وفي النهاية إن الدولة نفسها تتفكك والشعب يجري ويهاجر وتبقى دولة مفتوحة لصالح دولة إسرائيل. لذلك أنا مش عايز الشعب المصري ينجر بحالته الاقتصادية الضعيفة لأنه يبقى غاضب ويعادي دولته اللي هي بتاعته أيا كان، حتى لو كانت الدولة فيها أخطاء، حتى لو كانت الحكومة فيها أخطاء. اوعى ترتكب الحماقة بتاعة معاداة الدولة أو الثورات أو الكلام الفارغ ده. اوعى ترتكب الحماقة دي، لأن الغرب واليهود عايزك توصل للنقطة دي علشان تتدمر. وفي جيرانك عبرة. يعني اللي بيفكر بالاسلوب الغلط لازم يوصل نفس النتيجة الغلط. يعني ما ينفعش ان انت تكون عملت شيء غلط ومفكر ان انت لما هتعمل نفس الشيء الغلط ده تاني هتبقى النتيجة مختلفة. ده مش ذكاء. يعني هي حصلت الحكاية قدامنا في سوريا، وحصلت في ليبيا، وحصلت في السودان، حلو، وحصلت في اليابان. مفيش حد اتنصف. فأي حد يفكر انه يحارب الدولة المصرية او الحكومة المصرية او ان هو يفكك في الدولة المصرية او الحكومة المصرية او يعاديها، يبقى هو بيضرب روحه. هو بيضرب روحه مهما كان في تأثير اقتصادي صعب، مهما كان في غضب شعبي او غضب من الناس لأمر ما اصلحه اتكلم فيه، انما ما كسرش بلدي، ما عملش اللي الغرب عايزنا اعمله. الغرب بيزق اجزاء علشان تقوم بثورة ولا تعمل، والاخوان وغير الاخوان يزق اجزاء ويدي لك شوية سلبيات بتحصل جوه الدولة وانت شايفها بعينك، فتبتدي تستثار، فتبتدي تفكر ان انت ازاي انتقم من الدولة دي او الحكومة دي علشان خاطر هم مش كويسين. لا، ده غلط. ده اللي الغرب بالحرف عايزه من مصر او من الشعب المصري، ان هو يبقى مثيل الشعب السوري والشعب السوداني والشعب الليبي. والله اللي مش مصدقني يبص على دول ويشوف وصلوا لفين. النتائج اللي بتحكم الطريق اللي مشيوا فيه دول وصلهم لفين. واذا كنت شايف ان الطريق ده بيوصل لحتة كويسة امشي. بس يعني زي ما بيقولوا بالبلدي اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. قصة ان انا غضبان من الحكومة او غضبان من الدولة او غضبان من رئيس الوزراء او غضبان من الرئيس حتى تخليني ان انا اكسر بلدي، وتخليني ان انا افكر بالاسلوب الغير منطقي واللي اثبت فشله في كل حتة حواليا، يبقى انا بفكر غلط. وهي دي الحاجة اللي الغرب عاوزك توصل لها. اوعى توصل الغرب ان توصل لنفس النتيجة او توصل لنفس الحكاية اللي وصل لها الناس اللي قبلك، واثبتت التجربة ان دي وأداة فعالة في تفكيك الأمم والشعوب والدول. وشكرا جزيلا. أرجو من السادة المشتركين وغير المشتركين أنهم يشتركوا، وأرجو منهم أنهم يشيروا الفيديوهات، وأرجو منهم يدوسوا لايك كتير وسبسكرايب، لأن إحنا بنتحارب على اليوتيوب. الحلقات مش عايزة، ما بتطلعش على محركات البحث قدام. ده غير ان في فيديوهات اقسم بالله الحلقة بتاعت
التصنيف الغربي للشعوب قلب كيان اليوتيوب، بيعد بالعكس. انا ما سمعتهاش في حياتي. العداد بتاع نسب المشاهدة بعد ما وصل لرقم معين ابتدى يجيب بالماينس، يعني ينزل يقل. يعني الفيديو مطلوب انه ما يتشافش. فارجو منكم ومن السادة المشاهدين كلهم انهم يشوفوا الفيديو ده وانهم يشيروه، يشوفوا الحلقة دي ويشوفوا الحلقة مهمة جدا. دي اهم من الحلقات اللي انا قلتها كلها اللي انتوا حضراتكم شفتوها. دي اهم حلقة في الحلقات، وحتى كمان هي مفروض يبقى لها شرح اوسع واكبر. وعايزه اخش في السلسله دي لان السلسله دي مهمه جدا، ده اهم من سلسله اللاجئين. عموما مش عاوز اطول على حضراتكم، وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين. وارجو ان رمضان السنه دي يبقى خفيف على قلب كل المصريين، وان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من كل المصريين ومن كل مسلمين العالم، وربنا يوفقنا ان شاء الله وبلدنا تتقدم لقدام مش ترجع لورا. تتقدم لقدام مش ترجع لورا، عشان ما نبقاش زي اللي حوالينا. وعلى فكرة الكلام اللي انا بقوله ده، اللي لو كان حد شايفه انه تطبيل للدولة ولا الكلام ده، لا مش الكلام ده. عشان برضو في ناس بتبقى واكلة اكل تقيل وقافل على دماغها، ما تفكرش صح. انا اللي اعرفه ان الاشياء بتبان من نتائجها. انا النتيجة بتاعت الافعال الغير ملتزمة او الافعال المتهورة او الافعال الحمقاء اللي موجودة او اللي حصلت في الدول المجاورة ادت لايه. فبلاش انك تسخن، دور ازاي ان انت تحل مشاكلك بدون ما تدمر دولتك وبدون ما تدمر بلدك وبدون ما تدمر نفسك. لان اي تفكير بالاسلوب او بغشومية بالبلدي، الغشيم بيخسر. اي تفكير او تفكير في حل مشاكلك بغشومية هتخسر. حل مشكلتك بالوسائل المتاحة، بالوسائل القانونية، كده ده كلام جميل. بالوعي، لما انت تفهم ويبقى عندك وعي، ده اهم من حل المشكلة نفسها. يعني مفيش دكتور على وجه الكرة الارضية يقدر يعالج مريض من غير ما يشخص حالته الاول، لانه لو ما شخصش حالته الاول وشخصها تشخيص سليم هيبتدي يديله علاج غلط. ولو ما عرفش يشخص الحالة من الاول هيديله علاج ازاي؟ هيعالجه من ايه؟ ما هو مش عارف العيب اللي عنده او المرض. انت كمواطن لازم تعي تفهم الاول فين الصح وفين الغلط، ويبقى عندك وعي عالي، واوتوماتيك كل حاجة هتتصلح بعد كده بسهولة جدا. اي حاجة انت شايفها فيها سلبيات نقدر نصلحها، انما الغشومية والغباء يدمر دول. وشكرا جزيلا، وارجو ان انا ما اكونش تعبتكم قوي، وانا عارف ان انا ساعات ببقى تقيل ودم تقيل مش خفيف يعني. وشكرا جزيلا لحضراتكم. ارجو تاني ان حضراتكم تشوفوا الفيديو او الحلقة بتاعت التصنيف الغربي للشعوب، مهمة لأبعد حد. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.